مساء الخير عليكم. مش هقول لكم ده السهل الممتنع، مش هقول لكم باسهل طريقه ولا الكلام ده كله ولا الافتكاسات دي كلها. هنعمل مع بعض النهارده السابليه، وهقول لكم رايي في الاخر في اخر الفيديو، وان هو حتى خلاني ما قدرتش كملوا الفيديو وانتوا تعرفوا. اول حاجه هنا معايا 5 كوبايات من الدقيق. طبعا يا بنات انا مضاعفه الكميه، انا عامله هنا 10 كوبايات، انما المقادير بتاعتنا 5 كوبايات من الدقيق، كوب وربع سكر بودر، 3 كوب من الزبده. لو مش زبده وهتشتغلي بالسمنه يبقى كوبايتين من السمنه. في العجان على طول هنحط الزبده بتاعتنا لغايه ما تدوب معانا، وبعد ما تدوب معانا خالص وتبقى لونها ابيض وتفتح هننزل بالسكر البودر. تمام. وبعد ما السكر بتاعنا ينزل هننزل بعد كده بالتدريج بالدقيق بتاعنا. طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين العجان بتاعي صغير، فطبعا انا بنزل هنا حاجه حاجه كده بالراحه من المكونات بتاعتي علشان اللي اقدر ان انا اخلط العجين بتاعنا كويس. بس بعد كده انا هكتفي ان انا اشتغل بايدي دلوقتي، لان زي ما قلت لكم انا مضاعفه الكميه. شايفين بقى انا قوام السكر مع الزبده، القوام بتاعه جميل جدا زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنزل بقى بالدقيق بالتدريج زي ما انتم شايفين كده. وكمان عاملين حشوات حلوه قوي للسابليه. الحشوات دي هتلاقوها موجوده عندي برضو في القناه، او موجوده على الصفحه هنا للي حابب يشوف الوصفه بتاعتنا. السابليه يا بنات من النواعم الحلوه جدا، ومن الحاجات اللي بتكون قيمه جدا في التقديم، بس هي متعبه جدا ومرهقه جدا في الشغل بتاعها والعمايل بتاعتها، بجد بجد متعبه جدا جدا يعني. زي ما انتم شايفين كده انا هبتدي دلوقتي ان انا ابتديت ان انا ابس الدقيق مع الزبده مع السكر. طبعا يا بنات هنا العجانه بتاعتي ضعيفه وصغيره، فانا اكتفيت هنا ان انا هبتدي ان انا اكمل السابليه بتاعي بايدي. زي ما انتم شايفين كده هفضي المكونات كلها اللي كنت ببسها، وهبتدي بقى ان انا الف كده السابليه. طبعا للامانه هنا انا حسيت ان الدقيق بتاعي محتاج نص كوبايه من الزبده، فضفت نص كوبايه من الزبده كمان. تمام كده مقاديرنا كده مظبوطه. هبتدي بقى هنا اعجن العجينه بتاعتنا. عجينه السابليه يا بنات لازم تكون ما بتلزقش في الايد، ولازم تكون لينه، وهو ما بياخدش يعني بيبقى كده حاجه ناعمه كده ولذيذه، يعني انعم كمان من الغريبه. تمام. هبتدي بقى كده ان انا اعجن العجينه بتاعتنا لغايه لما تلم معايا خالص. هبتدي المها وهعجنها خالص لغايه لما تلم معانا تماما. النهارده هنعمل السابليه وهنقفله تقفيل يا جماعه بالقوالب السيليكون، مش هقفله تقفيل عادي. كل ده هتشوفوه معانا ان شاء الله في الفيديو. هنا هنعجن بقى السابليه بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده لغايه لما السابليه بتاعنا طبعا دلوقتي العجينه بتاعتنا ابتدت ان هي تلم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بس بحاول ان انا اخلي الزبده تكون في كل الدقيق بالشكل ده يا بنات. شايفين؟ بتحسوا ان العجينه بتاعته ناعمه جدا وطريه وقريبه من عجينه البيتيفور. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين عجينته طريه جدا وجميله. هنجيب هنا كيس بلاستيك زي ما انتوا شايفين ومفرش السيليكون، هبتدي ان انا افرشه. مش موجود عندك المفرش السيليكون تقدر ان انت تفرشي من تحتيه كيس بلاستيك من فوق ومن تحت، وباي نشابه طبعا بتاعه المطبخ بتبتدي ان انت تفردي العجينه وتخلي سمكها معقول يا بنات، وبعد كده بتاخدي ترصصي في صينيه زي ما هتشوفوا كده معايا. طبعا انا بحب ان انا اول حاجه ابدا بيها في نواعم العيد السابليه، لان السابليه من المعجنات من النواعم المتعبه قوي قوي يا بنات، بجد يعني بجد بامانه. يعني اللي بتطلع تقول ده هو السهل الممتنع، ده انا عملته في 10 دقايق، ده انا عملته ما اخدش معايا، انا عملته اشتغلت فيه يوم كامل، يوم بليله كامله والله، يعني يوم بليله كامله عشان ان انا اعرف اطلع المقدارين اللي هي 10 كوبايات دقيق. ابتديت ان انا اشتغل فيها ليله كامله، وكان كمان البنات ربنا يخلي بيساعدوني. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي هبتدي ان انا افرد بقيه العجينه زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل منها بقيه الاشكال، كل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. انا هشتغل النهارده بالقطاعات دي. القطاعات دي كنت شاريها من محل مستلزمات الحلويات اللي انا بوريها لكم قدامكم دي. كل ما بلاقي قطاعه شكل مختلف او شكل جديد بشتريه، ما بشتريش كله مره واحده. طبعا لو انت حابه ان انت تخرجي ده اوردرات طبعا هيبقى مهلك جدا ومتعب جدا، يعني بجد صعب قوي. هنا بعمل اللي هو الميني تارت. طبعا زي ما انتوا شايفين كده دي بجيبها كده من محل مستلزمات الحلويات برضو، وببتدي ان انا احط فيها المين تارت كده، وبعد كده لازم ان انتي في النص بالظبط لازم تخرميها كده بالشوكة. هنا الاشكال كلها اللي انا عملتها زي ما انتوا شايفين اهو. هنبتدي بقى نسوي في الفرن على الرف اللي في الاوسط على درجة حرارة 180، بيقعد بالظبط في الفرن 10 دقايق. هنا بخرج الميني تارت بمنتهى السهولة كده، بخبط عليه كده
ودلوقتي هنبتدي ان احنا ندخل في مرحله التزيين. دي القوالب السيليكون اللي انا شارياها. ببتدي اعمل اول طبقه كده من القوالب من الشوكولاته دي يا بنات مش دارك، دي شوكولاته بالحليب. ما اشتغلتش بشوكولاته دارك النهارده، شغالين بشوكولاته بالحليب. طبعا كنت الشوكولاته مسيحاها على حمام بخار وحاطه عليها معلقتين من الزيت لغايه لما دابت خالص. ابتديت ان انا هصبها كده في القوالب السيليكون. طبعا يا بنات لسه كمان هعمل ايه دلوقتي، هبتدي ان انا احطها اصفيها كده وابتدي امسح الوش بتاعها بالشكل ده. دي مرحله تانية ودي حاجه تانية غير طبعا العجن والخبز والكلام ده كله. بجد بجد السابليه من النواعم المتعبه جدا 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 يا بنات. وغير كمان انا كنت عامله الحشو بتاعه قبلها بيوم، يعني ده في يوم وده في يوم، بس بجد متعب جدا يعني. دلوقتي انا هبتدي ان انا احط كده في القوالب السيليكون كلها اشكال قوالب السيليكون اللي عندي، وهبتدي كمان ان انا اشتغل بيها. عملت قبل كده معاكم السابليه وكنت مزيناه من غير القوالب السيليكون، كان برضو جميل وكان لذيذ برضو، بس قلت النهارده اغير. الكل عامل بالقوالب السيليكون فقلت مادام جبتهم اشتغل بيهم. هنا بعد طبعا ما القوالب السيليكون الشوكولاته نشفت خالص، وكمان عملت لها دور تاني، يعني ما بكتفيش ان انا اعمل بمره واحده القوالب السيليكون، لا بعملها مرتين. دي تاني مره كده زي ما انتم شايفين. ده طبعا كل الجناش اللي انا كنت عملته، عملت جناش بالشوكولاته بالنوتيلا وجناش باللوتس وجناش بالفستق البيستاشيو. الثلاثه دول عملتهم. هبتدي ان انا احشي بيهم، وكمان عملت واحد زي ما هتشوفوا كده معايا. اول حاجه كده عملت بمربى الحليب، هبتدي كده احشيه وبعد كده هبتدي ان انا اشكل بقى. ده البيستاشيو عملته برضو وكان جميل صراحه. وكمان هعمل بالنوتيلا، وكمان عملت بالنوتيلا الوايت اللي هي النوتيلا الابيض زي ما هتشوفوا كده معايا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ابتديت دلوقتي ان انا اكمل بقيه الحشو بتاعي كله بالجناش اللي انا عاملاه تمام بالشكل ده. هنجيب بقى البسكوتات بتاعنا بعد كده وندخل في المرحله التانية. علشان كده بقول لكم الفيديو يا بنات مش ان انتوا تشوفوه 10 دقايق واللي تطلع تقول سهل ممتنع. ده انا عملته بمنتهى السهوله ب3 مكونات، مكوناته مش كتير بس اللي ورا المكونات كتير جدا. اللي وراه بجد بجد حاجات كتيره جدا. القوالب شكلها حلو والشكل حلو قوي. ببتدي بقى زي ما انتوا شايفين كده حطينا بقى كل الصوصات كده. ودلوقتي هنبتدي ان احنا نقفل كل الشغل ده يا بنات. هبتدي كده اجيب بقى الاشكال. طبعا انا قصه ومقطعه بالقطاعات على مقاس الاشكال اللي انا هعملها زي ما هتشوفوا كده معايا تمام. هنا بزود شويه من الحشو كده زي ما انتوا شايفين، وخليكم معايا لاخر الفيديو. بس بجد بجد يا بنات لو اي واحده بتشتغل في البيت لوحدها ده بيكون صعب جدا بالتقفيل بالشكل ده، او ان انت تطلعي كميه بالشكل ده بجد بيكون متعب جدا ومرهق جدا. فحبيت اقول لكم بامانه واديكم رايي بامانه. لو حابه تعمليه هتعمليه لبيتك، هتعمليه على يومين 3 براحتك خالص، انما ان انت هتخرجي منه اوردر لا صعب قوي قوي، وخصوصا لو انت شغاله لوحدك في البيت. هنا ببتدي ان انا اخرجه، وما حبيتش ان انا ما اوريكوش الفشل يعني، لا كل واحد يعترف بخيبته يعني عادي. انا هنا وانا بطلعه زي ما انتم شايفين اول 2 ما طلعوا معايا متكسرين، وبعد كده ابتديت ان انا اطلع بقيه القوالب. طلعت معايا اللي بتطلع مكسوره مره واللي بتطلع سليمه مره، وعادي يعني ما فرقتش معايا كتير. هنا ببتدي اعمل التارت. انا بحب التارت جدا، شكله بيكون جميل قوي وشيك. هنا بحط عليه الميكس اللي انا عاملاه بتاع النوتيلا، الجناش النوتيلا. ببتدي احطه كده بالتب كده وانا حاطاه في كيس حلواني بالشكل اللي انتوا شايفينه. هزينه كمان هحط عليه ورق الذهب. وحتى كنت عامله هنا يا بنات اشكال فيونكه كده عشان احطها عليه، والله نسيتها من التعب بتاع الشغل بيه. وهبتدي كده في بعض واحده كده احط لها عباره عن روزيتا كده بس في النص. ما حبيتش ان انا اكتر كتير من الاشكال اللي انتوا شايفين. هنا ببتدي احط على كل شكل كده قطعه من ورق الذهب كده، حته صغننه خالص كده بتدي شكل حلو قوي. هتشوفوه معايا في نهايه الفيديو في التصوير. بجد يا بنات طعمه تحفه، طعمه جميل جدا وخطير، وشكله كمان جميل جدا جدا. هتشوفوا كل ده في نهايه الفيديو. ما شاء الله عملت كميه حلوه قوي من المقدار اللي انا عاملاه. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واللي لسه اول مره بيشوفني يا ريت ما ينسناش في اللايك والاشتراك في القناه. ويا رب كده دايما اكون بقدر ان انا اقدم لكم وافيدكم باي معلومه جديده. طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين ما شاء الله هنا ده اللي انا عاملاه الطرد، عامله 24 واحده.
وكمان هنا قلت لا ده انا هغير كده واعمل بشكل كده اللي هو السكر اللي بيكون ملون. حطيت كده كام واحدة على اساس التغيير يعني، لكن بجد انا كنت زهقت جدا من التزيين خالص. بجد صعب جدا ومتعب، متعب قوي قوي قوي. اتمنى تقولوا رايكم في اي حد عمل سابليه في البيت، السابليه ظروفه ايه معاه. وده كده الفيديو بتاع النهارده، والكلمه بتاعتنا اللي دايما متعودين عليها طول ما انت معانا في مطبخ هبه زدان، حلوياتك دايما مضمونه. هنا يا بنات كان شويه كده من السابليه ابتديت ان انا احط. طبعا هنا ده شويه كده من السابليه حطيتهم على صينيه، وكنت لزقت كل اتنين ببعض شكل واحد، وابتديت ان انا احطهم كده وابتديت اعمل لهم خطوط. هنا كنت جبت اخر خلاص بجد يا بنات، خلاص يعني. وابتديت ان انا ازينهم كده، وحطيت عليهم شويه من السكر برضو اللي لونه ذهبي، وشويه من الدست، اداهم شكل حلو جدا ولذيذ بجد. والطعم بتاع نفس السابليه نفسه، العجينه بتاعته طعمها تحفه قوي، مش محتاجه اي حاجه يعني، طعمها تحفة من غير حتى الجناش اللي على الوش. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، وهوريكم كده ده شكل السابليه اللي طلع من القوالب. حطيت عليه كده شوية من جلو التلميع، وهبتدي انزل عليه كمان زي ما هتشوفوا كده معايا بشوية من، احط شوية دست وشوية سكر الوان. في عندي جولد وفي فضي. هحطه كده عليه هيديني شكل حلو قوي برضو في التزيين. شوفوا شكله جميل قد ايه، بجد شكله روعة وجميل قوي وشيك. بس يا بنات هرجع واقول انه مرهق جدا جدا جدا. لو قعدت اقول لكم مرهق من هنا للسنة الجاية بجد مش هوفي حقه يعني، بجد يعني هو متعب جدا ومرهق جدا السابليه. زي ما انتوا شايفين كده بحط كده ده الورق الذهب زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت انا شغالة بشوكولاتة بالحليب مش شوكولاتة دارك. تمام. عملت بيها النواعم بتاعتنا. ده كده يا بنات هنقول ده الفيديو بتاع النهاردة، وبكده نكون قدمنا مع بعض زي ما انتوا شايفين السابليه. وزي ما قلنا مع مطبخ بسدان دايما الحلو بتاعك مضمون. اقول لكم في رعاية الله، مع السلامة.